السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كان فطارنا بط ومحشي. والبطاية كنا حاشينها بالرز والجزر. تعالوا بقى ما نشوف ايه احنا عملنا الايه الفطار ده ازاي. اول حاجة كده ايه. البطاية طبعا جبناها وغسلناها وحطيناها في المحلول بتاعنا. انتي بتحطيها ازاي؟ إيه النقع بتاعها يا مزيزو؟ النقع بتاعها دي طبعا كانت الميه دي رقم 3 في ايه في تغيير الميه. بغسلها الاول بميه نظيفه، بعد كده بقى بجيبها وبغسلها بطماطمايه وبصلايه وخل وملح وليمون، وبضربهم في الخلاط وبنقعها كده فيهم ايه ساعتين كده ولا حاجه، بتطلع ريحه الزفاره. وده كان معايا نص كيلو ممبار، طلعته كده وفكيته من الفريزر وغسلته برده، وكان متنضف ومنقوع وتمام التمام. طب ايه البصل ده كله يا مزيزو؟ هقول لكم انا ايه البصل ده كله. البصل ده كله احنا نشرته كده وغسلته، وقلت اما ايه اقطعه كده مره واحده علشان خاطر ايه هعمل بيه ايه كذا حاجه. والطماطم هنا جبتها كده وغسلتها، وجبت الشفشه وقطعتها وجهزتها كده ايه، والفرم على طول. طبعا ايه انا كنت قطعت بقى ايه طبق بصل معتبر هوريهولكوا. بصوا، طبق بصل حلو كده تمام. هنا جبت الحله ونزلت كده ايه بكميه زيت حلوه، ما تستخسريش كتري. وهنا طبعا الطبق دون كان فيه فلفل الوان وفيه جزر مبشور. اركني كده شويه كده على جنب يا مزيزو بالفلفل ده. البصل ده بقى هناخد التلت ونسيب التلتين. طب انت عامله كميه البصل دي ليه؟ اكلي كله النهارده، دي كميه البصل اللي انا هحتاجها ليه، مش هنقعد نخرط كل شويه. ماشي، دي هنا كده ايه نزلنا التلت وسيبنا التلتين. هنقلبه كده في الزيت وهنسيبه كده ايه يتشوح كده بقى مع نفسه. ايه وبعد كده طبعا ايه احنا طبعا الطماطم كنت فرماها ومجهزاها. وانتي بقى بتتفرجي على الفيديو كده ما تنسيش تصلي على الرسول. ولو ما اشتركتيش في القناه اشتركي وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى هنا ايه كنت بجرب يعني اشوف لو الحله اتحطت هناك هتبقى ظاهره في الكاميرا ولا ايه. بصوا بقى انا هنا بشرى الجزر وايه ومجهزه الفلفل. طبعا انتوا عارفين ايه طريقه التسبيكه اللي انا بعملها، سواء للممبار سواء للمحشي ايا كان، انتوا عارفين الطريقه بتاعتي. بصوا بقى هنا كده هننزل ايه بقى بالجزر. يعني ايه هننزل بالجزر كده الاول عشان ياخد تشويحه ايه يدبل كده معانا. انت بشراه لازم يكون مبشور، مبشور متقطع بس هو كده البشر بتاعه بيبقى احسن بيستوي، وبيبقى ايه اجمل من انك انت تقطعيه كده مكعبات ما بيستويش. واحنا عايزين ايه التسبيكه تكون ايه مهروسه. هنا نزلنا برضو كده بالفلفل الاحمر، إيه ياخد كده تشويحه برضو كده معاها الاول. تشوحي كده حاجه حاجه، انت وراكي ايه؟ انت ما وراكيش حاجه، لا شوحي كده ودي الايه الاكل كده ايه يعني. بصوا الخدمه بتاعته صح كده. ايه نزلنا بكميه الفلفل وهنقلب بقى فيها كويس. هنسيبها كده ايه لما تتدبل كده تبقى دبلانه كده وايه ومستويه وحلوه. بصوا انا كنت هنا بوريكم بقى ايه التشويحه. بصوا جميله جدا ريحتها بصراحه. الفلفل على البصل على الجزر مدي ريحه جميله جدا، ولسه ما كمان ما حطيتش بهارات ولا مرقه ولا حطيت اي حاجه خالص. جميله جدا، جربوا يا جماعه الطريقه دي مش هتندموا، جميله جدا خالص. دي طبعا ايه انا فرمت بقى هنا ايه الطماطم. طب شويه الطماطم دول هيكفوا معاكي الممبار؟ ياه ده وهيفيد كمان وهيعينه في الفريزر في كيسه. اخدت بقى هنا كده ايه حطينا هنا كده الطماطم. هحط بقى ايه شويه ميه كده على هنحط شويه ميه كده على الطماطم اللي كانت في الشفشه. ايوه اشطفيها ما ترموهمش، خساره الحاجه غاليه يا جماعه. بعد كده هنا كده ايه عملت التسبيكه كده تمام. طب الجزر هنا مبشور. طب المبشور ده لايه؟ هوريك انا بقى ايه هنعمل فيه ايه. هنا خدت شويه البصل دول، التلت التاني بقى خدته كده وايه ونزلت كده بقى ايه جنب الجزر. طبعا ايه هحط هنا بقى شويه فلفل اسمر، شويه بهارات فراخ، وهدعكم بقى كويس. بصوا احنا عندنا بنقول ايه يعني المرته بتاعت البط، مرتة البصل احنا بنقول كده. انا معرفش بقى عندكم انتوا بتقولوا عليها ايه. كل من بيسمع الفيديو طبعا ايه ليها طريقة ايه عند كل بلد. هنا بقى ايه كنت غاسلة شوية رز صغيرين. بصوا وهقلبهم بقى كده ايه مع الجزر والبصل. للاسف انا ما حطيتش يعني ممكن احط عليها شويه طماطم، احط عليها اي حاجه بتبقى جميله. هاخد هنا معلقه سمنه كده وايه وهنزل بقى ايه كده على الحشوه الجميله دي. البطايه هتبقى يعني البطايه كبيره وعظمها ناشف فمش هسوي الرز. انما لو فرخه طريه ولا بطايه طريه بسوي الرز الاول، بعد كده ايه بحشي بيه ايه الفرخه او البط. بصوا بقى هنا كده انا طبعا ايه متنضفه. اهم حاجه البط يعني بالاخص بالخصوص البط ده لازم تعملي له طريقه معينه كده في التنظيف بتاعته وفي النقع بتاعه علشان ميبقاش فيه اي ايه ريحه وحشه. هنا بقى ايه كنت كده ايه بحشي كده البطايه. بصوا انا حشيت بقى لازم تحطي ما بين الاوراق كده. بصوا دي بتدي ريحة جميلة جدا للحم بتاع البطة، وبتديها يعني ريحة جميلة، وبتبقى مستوية. والرز ده ما بيتعجنش ولا اي حاجة، بيبقى برضو مستوي مفلفل وجميل جدا. وبصوا جربوا يا جماعة الرز بالبصل بالجزر. بصوا هتلاقوه تحفة بصراحة واولادكم هيحبوه جدا.
انا هنا كده ايه كميه الرز الحمد لله ما كانتش كتيره، ما اتبقتش مني، وحشيت البطايه كلها، وطبعا كنت مفرغه ما بين الاوراق كده، وحشيتها بقى كلها كويس جدا. طبعا هتقفليها ازاي مزيز؟ ولا ده انا هجيب بقى ابره نظيفه وخيط وهخيطها، لان بصوا مفتوحه، بصوا فاتحه من على الجنب كده، فتحه غريبه ومتقطعه، بس الحمد لله برضو سلكت فيها. هنا بقى ايه جبت الحله كده ونزلت كده ايه بمعلقه سمنه. هاحط بقى هنا ايه بصوا كانت في حته دهنه كده من البطايه برضو بتدي ريحه جميله يا جماعه، محدش يرمي الدهن بتاع البط. وحطيتها بقى كده عليها، بصوا تتشوح بقى كده يمين وشمال. بصوا انا كنت برفع الحله كده عشان ايه السمن اللي فيها ده ينزل ايه تحت الرقبه. بصوا انا كده كنت بشوح فيها، بتديها تشويحه تمام، بتنزل الدهون اللي فيها، وبص بتبقى جميله جدا بسم الله ما شاء الله. هنا كده انا قعدت كده ايه اقلب فيها كده يمين وشمال يمين وشمال، بعد كده نزلت بقى بكميه البصل الاخيره. دي بقى البصل اللي انتوا كنتوا بتسالوني عليه. وهنا ايه طماطميتين وجزرايه كده علشان يسكر لنا الاكل كده ويبقى طعمه مسكر. هنا الحبهان برضو حطيته كده عليها، والفلفل الاسمر، وهحط برضو ايه بهارات كده فراخ برضو. هننزل كده عليها وهنسيبها برضو بصوا تتشوح كده. انا كنت هنا بقى ايه بقلبها كده، نزلنا كده ايه عليها وقلبتها كويس. بصوا بقى التسبيكه تسبيكه حمراء وجميله جدا، وريحتها اجمل واجمل واجمل، بسم الله ما شاء الله عليها. هنا بقى ايه كانت اتشوحت معانا كده البطايه، نزلت كده ايه بالميه المغليه عليها. هتحتاج شويه تاني، شغلت برضو الكتل تاني علشان اغلي شويه ميه، ما رضيتش احط عليها اي ميه ساقعه. هنا بقى الممبار طبعا كنت غسلاه، وكنت هنا مجهزه الخلطه كلها، جهزتها بقى كده. بصوا هو اللون كان فاتح شويه ازاي مش عارفه في الطماطم، بس كانت بسم الله ما شاء الله حمرا وجميله، هي الاضاءه بس مفتحه شويه ولا ايه مش عارفه. يلا الحمد لله. شويه الرز دول هرميهم؟ لا طبعا مش هرميهم. انا ارميهم ليه؟ عندي بقى شويه ورق عنب كده، انا كان عندي ربع كيلو ورق عنب، اخدت ايه نصه لان كتيره مع الممبار هيبقى كتير جدا على اولادي، واحنا بناكلش الاكل البايت. بصوا بقى هنا كده ايه جبت الحله كده على النار، وحطيت فيها ايه كده سمنه، وحطيت كده فيها ايه طماطم كده، وقعدت اشوح فيها، وهقطع كده بصل وهشوح فيه. طبعا ايه دي يعني ايه الميه بتاعه الممبار، الشوربه بتاعه الممبار. مش تستهوني بقى وتقولي الممبار هيتسلق وخلاص وهنحمره، لا طبعا لازم تعمليها شوربه. بصوا تقلب الريحه بتاعتها كده شوربه جميله. وحطي بقى لوري وحبهان، وحطي بهارات لحمه، وحطي كل حاجه في الشوربه دي، وانزلي كده بالممبار كله. بصوا بسم الله ما شاء الله، لازم تكوني يعني حاشياه بطريقه ايه ما يبقاش مليان عشان ما ينزلش منك ايه رز، وبالعكس نزل برضو مني رز. يلا الحمد لله. هنا بقى جبت الحله كده الحجم الصغير. بصوا ريحه البط كانت تحفه بصراحه. هنا حطيت معلقه سمنه كده صغيره. هنزل بقى ايه بشويه لسان عصفور. لسان العصفور ده يعني ايه نوعه ده يا مزيز؟ لا بصراحه ده كان فرط جاي يعني فرط كده جميل بصراحه، احسن من انك تجيبي في اكياس. وبرده اكياس حلو يعني، انا بستخدم ده وبستخدم ده، بس انا لما بعت ابني يشتري قال لي يا ماما مفيش الا ايه اللي هو العادي يعني السايب اللي احنا بنشتريه بايه بالكيلوهات. فجاب لي ربع كيلو ساعتها، اخدت منه شويه صغيرين. طبعا ايه انا كنت هنا مجهزه الصفايه، لما تيجي تحطي الشوربه ما تحطهاش باي حاجه ولا بصل ولا اي حاجه عشان ما يعجنش معاكي لسان العصفور. انا هنا اخدت ايه كده صفيتها، وبعد بقى ما صفيتها اي حاجه بتبقى اتبقت في المصفى بنزلها تاني ايه في الحله. بصوا شربت الشوربه بتاعتها ازاي. انا كنت حطاها على نار هاديه عشان تستوي هي بالرز تمام التمام. هنا بقى ايه الممبار، بصوا بسم الله ما شاء الله عليه. ودي الحاجه كده اللي كانت فيه البصل والجزر والطماطم. بصوا بقى هي في حاجه في صباع واحد بس فرقع كده مني ودنه بالرز بتاعه. يلا مش مشكله. هتقولي طب انت عامله الممبار يعني كبير كده ليه يا ام زيزو؟ هقول لكم لان احنا بنقطعه، انا بقطعه يعني هم ولادي ما بيحبوش كده الواحد زي ما هو، لا احنا لازم نقطعه. هنا حطيت الطاسه والزيت كده ايه قدح معايا ولونه. بصوا انا كنت هنا بعمل لكم بظبط لكم الكاميرا عشان تشوفوه انا ايه بيتحمر. ما تحطيش بقى، انا كان ممكن ان انا الطاسه تملى يعني الممبار يملى الطاسه كلها، لا طب وليه؟ مش مشكله، بس اهم حاجه حطي حاجه حاجه بس عشان خاطر تعرفي تلفي معاكي الطاسه زي كده. بصوا متحمر كده من جميع الجهات، ولا حته محروقه ولا حته بيضه ولا حته حمرا، كله لون واحد بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هنا كده ايه كنت خلصت بقى ايه تحمير الممبار. وهنا كان بقى ايه الاكل بتاعنا بقى بعد ما خلص. بصوا الرز مفلفل في ورق العنب الحمد لله، وده لسان العصفور، وهي البطايه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، والسلطه، وهو الممبار. بصوا كل حاجه من الرز فيها مفلفل وجميل. وعملت ايه تمر، وعملت تمر وصوبيا. بصوا بقى هنا هقطع لكم هي البطايه بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا مستويه من جوه وجميله، والرز بتاعها مفلفل. وما تنسوش تعملوا اشتراك لمزيزو ولايك واشتركوا في القناه.